اليوم الخميس 28/4/2016 نحن كوادر لجان الرصد الشعبية التابعة لمجلس قبيلة نعيم في سوريا وبلاد الشام، العضو المؤسس في الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني، نقدم للعالم ومنظماته والإعلام الحر انتهاكات النظام السوري وعملائه من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي ضد الشعب السوري في محافظة القنيطرة. ما زالت معاناة أبناء الجولان والقنيطرة مستمرة رغم تحرير ما يزيد عن 90% من أراضيها. فالمعاناة مستمرة من خلال عدم وجود أي معابر تسمح بالاتصال بالعالم الخارجي وتسمح بدخول المواد والمساعدات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك تزداد معاناة أبناء القنيطرة في عدم وجود أيضا مواد الخدمية من اتصالات وكهرباء ومياه. وزاد من هذا الوضع سوءا قدوم الآلاف من النازحين من مناطق الغوطة الغربية ودمشق وأرياف درعا الشرقية والغربية والشمالية. بالإضافة إلى ذلك تستمر المعاناة، فهنالك العديد من الحالات المرضية الصعبة التي لا يسمح بعلاجها أو بخروجها من هذه المنطقة رغم بعض الحالات الحرجة التي تسمح بمعالجتها، ونقص كبير جدا في المواد الغذائية والمواد الدوائية. والمواد الدوائية لا يسمح النظام بدخول أي حبة دواء واحدة إلى هذه المنطقة. وأيضا الأطفال الحديثين الولادة عدم وجود أي علبة حليب واحدة، قد تصل أحيانا سعر علبة الحليب الواحدة إلى ما يزيد عن 5000 ليرة سورية. هذا المبلغ بنظر العديدين يعتبر مبلغ تافه، لكنه هو بالنسبة للمواطن السوري الموجود على أرض القنيطرة هو مبلغ صعب وصعب للغاية. عيسى ابراهيم العيد.